بيبدأ فيلمنا مع جي واللي بيكون حرامي خزن موهوب ومحترف وعمره ما اتقبض عليه قبل كده ولا حتى حد شك فيه. وبيكون جي في واحدة من مهماته وهو بيقتحم مبنى مؤمن جدا عشان يسرق تحفة أثرية غالية من الخزنة اللي بتكون صعب جدا أي حد يخترقها، بس مش بتاخد في إيده غير دقيقة وبيفتحها وبيسرق التحفة اللي فيها بكل سهولة. بعدها بيكتشف الحراس إن الخزنة اتسرقت فبيجروا ورا جي عشان يمسكوه، بس بيطلع فوق السلم وبيستخدم الحبل اللي معاه وبيهرب منهم بكل سهولة. ولما بيوصل جي للبيت بيتكلم مع صاحبه هيونج اللي بيكون شريكه في كل عمليات السرقة، وبيعرف جي ان التحفة اتكسرت منه وهو بيهرب من الحراس ومجهوده كله راح على الفاضي. فبيمسك التحفة وبيرميها على الارض عشان تتدمر اكتر، بس جي مش بيستسلم وبيحاول يصنع نسخة طبق الاصل من التمثال اللي اتكسر، وبينجح انه يعملها في البيت وبيروح بيها تاني يوم لتاجر تحف اثرية مشهور اللي اول ما بيشوفها بيكتشف ان التحفة دي مزيفة ومش اصلية، وبيهددهم انه هيبلغ الشرطة. فبيقول له جي انه عارف انه باع قطعة مزيفة السنة اللي فاتت عشان يسدد بيها ديونه، وبيضغط عليه وبيطلع له صور عشان يثبت كلامه. فبيخاف التاجر ومش بيلاقي قدامه حاجة غير انه يشتري منهم التحفة في مقابل انه يشاركهم وياخد نسبة من المكسب. وبيطلع جي ويونج وبيكونوا فرحانين انهم نجحوا في الصفقة. وبعدها بيظهر المحقق جونج اللي بيحاول يلاقي اي دليل عشان يدين بيه رجل الاعمال الفاسد تشو، وبيتصل المحاسب بتاع تشو بالمحقق اللي بيكون شغال معاه في السر عشان يساعده ضد تشو، وبيقول له ان في ناس مراقبينه وبيمشوا وراه في كل حتة. فبيطمنه المحقق وبيقول له انه هيحميه طالما هو واحد من رجالته، بس مش بيلحق عشان رجالة تشو بيكونوا وقفوه وكسروا عربيته وخطفوه. وبعدها تشو بينتقم من المحاسب بتاعه عشان بيسرب المعلومات للمحقق وبيقتله. وجي بيكون بيخطط للمهمة اللي جاية مع هيونج وبيحاول يعمل فلوس مزورة، وبيقدر يعمل فلوس شبه الأصلية بالظبط، بس لما بتتعرض للكحول الطباعة اللي عليها بتختفي. ولما بيفشل في تصنيعها بيقرر انه يستهدف حاجة تانية، والمرة دي بيستهدف متجر مجوهرات كبير خزنته بس بيكون فيها حوالي 3 مليون دولار. وبتكون المهمة صعبة جدا عشان المكان بيبقى متأمن كويس وبيخضع لحراسة مشددة، وبيكون فيه كاميرات مراقبة في كل مكان، ودي المشكلة الأكبر. وعشان يعطلوا الكاميرات بيكونوا محتاجين مخترق محترف، وبنشوف الشاب جونج باي وده مخترق أنظمة شاطر وموهوب جدا، وبيكون جي عايزه ينضم ليهم في العملية الجديدة. بس بيقول له يونج انه سمع انه خان شريكه قبل كده في عملية وانه قلقان منه يخونهم هما كمان، بس جي بيقول له انه صاحبه هو اللي خانه الاول، وبيحاول يبرر له عشان يقنعه، وبيقول له ان ده اشطر مخترق ومش هيلاقوا حد احسن منه، وبيروحوا له عشان يتفقوا معاه وبيشرحوا له المهمة كويس. فبيوافق جونج باي انه يبقى معاهم وبيقرر انه ينضم لهم. بعدها جي بيروح معرض عشان يعرض الصورة اللي رسمها فيه، وبيقابل مديرة المعرض ايون اللي بتتفاجئ اما بتشوف البنت اللي في الصورة شبهها جدا. وبنعرف بعد كده ان جي بيبقى قاصد يرسمها عشان يصاحبها، وبيخرج معاها وبيعجب بالعقد اللي لابساه، فبتقول له انه هدية من ابوها اللي توفى. فبيروحوا لمحل مجوهرات عشان يقيموا العقد، وبتقول لهم البنت انه في مجوهرات نادرة قيمتها بملايين. وجي بيستغل الفرصة وبيخبي شنطة تحت الكنبة من غير ما حد ما ياخد باله، وبيمشوا عشان يروحوا محل تاني، وبيتفاجئوا من نفس رد فعل التاجر اللي بيقول لهم نفس الكلام، وبيكون ده التاجر اللي جي عايز يسرق المتجر بتاعه، وبياخدهم للغرفة المميزة اللي بيكون فيها الخزنة. وعشان كده جي كان بيحاول يحفظ أماكن الكاميرات اللي موجودة في المكان، وكمان عدد الغرف وعدد الحراس اللي هناك. وفي آخر اليوم وبعد ما بيدرس الخطة كويس بيعرف انهم لازم يخلصوا المهمة في وقت ما يزيدش عن 10 دقايق. وبالليل وفي وقت تنفيذ العملية الشنطة اللي جي حطها في المتجر الأولاني بتنفجر، وده اللي بيخلي الشرطة تروح ناحية الانفجار اللي حصل، وبيخترق بيه كاميرات المراقبة وبيعطل نظام الإنذار عشان يستغل جي وهيونج تشتت الشرطة مع المتجر اللي انفجر ويدخلوا هما المتجر التاني عشان يسرقوه. ولما بيدخلوا الغرفة اللي فيها الخزنة عشان يفتحوها بيتفاجئوا انه الحراس رجعوا قبل الوقت اللي هم متوقعينه، بس هيونج بيتصرف وبيكسر عربية حد منهم عشان يشتتهم تاني. في الوقت ده جي بيكون نجح انه يفتح الخزنة وبياخد المجوهرات وبيخرج عشان يركب معاهم العربية، وبيحتفلوا انهم انجزوا المهمة بنجاح. وتاني يوم بنعرف ان صاحب المتجر اللي اتسرق هو تشو
اللي كان متنرفز جدا من اللي حصل، بس في نفس الوقت كان معجب جدا بقدرات الشباب دول في انهم يخترقوا مكان متأمن بأحدث الأجهزة بالسهولة دي ومحدش يمسكهم، وانه كان بيدور وبيختبر كذا حد على اختراق الخزن والأنظمة الأمنية، بس طبعا محدش فيهم نجح. فبيؤمر المساعد بتاعه هوان انه يدور على اللي سرقوه، وفي نفس الوقت الشرطة بتكون بتحقق في قضية سرقة المحل، وبيعرفوا ان اللي سرقوه أذكياء جدا. وبيعرف المساعد هوان مين اللي سرق المحل لما بيكون موجود في نفس المحل اللي كانوا بيبيعوا فيه المجوهرات المسروقة، وبعدها بيراقبهم وبيجمع عنهم كل المعلومات وبيقدمها لتشو. وبيعرف تشو ان جي سارق خزن محترف، وان بي مخترق أنظمة ومعروف عنه انه خاين، فبيروح تشو ورجالته عشان يقبضوا عليهم، وبيقول لهم تشو انه محتاجهم يشتغلوا معاه في مهمة كبيرة، ولما بيرفضوا ومش بيقبلوا العرض بتاعه بيهددهم تشو انه هيقتل كل عيلتهم لو ما وافقوش. وبيوري جي صورة ايون صاحبته، فبيخافوا وبيوافقوا انهم يشتغلوا معاه وبيقبلوا العرض بتاعه. بعدها تشو بيقول لهم ان في 150 مليون دولار موجودين في الجمارك، والخطة انهم يخرجوها من هناك ويستبدلوها بكوبونات الطعام اللي بتكون شبهها بالظبط، والفلوس دي محطوطة في مكان محدش يعرفه وعليه حراسة مشددة جدا، والمكان ده فيه أصعب أنظمة أمان موجودة في آسيا كلها. وبيقول لهم إن الفلوس دي هتتنقل من المكان ده قريب، وعشان كده لازم ينفذوا الخطة بأسرع وقت. وبيبدأوا يحطوا خطة للعملية اللي هيعملوها واللي هتبقى أكبر وأخطر مهمة ينفذوها في حياتهم. وتشو بيطلب بي في مكتبه، وبيبقى عارف إنه خاين، عشان كده بيدفع له مبلغ كبير وبيطلب منه يراقب جي وهيونج عشان بيكون خايف إنهم يغدروا بيه في أي وقت. وفي الوقت ده لما الشرطة كانت بتحقق في قضية سرقة محل المجوهرات، بيراجعوا الكاميرات وبيكتشفوا إن جي هو اللي حط الشنطة اللي انفجرت، وبكده شتت انتباه الحراس عشان يسرق المحل التاني، وبيبدأوا انهم يدوروا عليه. وتاني يوم جي بيقابل ايون، وبيفضلوا يتكلموا عن المعرض اللي في دبي وانهم عايزين يشاركوا فيه في السنين اللي جاية، بس المحقق جونج بيعترضهم وبيقبض على جي وبياخدوه عشان يحققوا معاه في القضية، بس بيلاقوا ان سجل الكاميرات اتمسح ومش بيكون عندهم اي دليل ضده، فبيسيبوه يمشي. وبيروح هوان المساعد بتاع تشو جي، وبيعرف منه ان الشرطة كانت بتحقق معاه في قضية سرقة محل المجوهرات، فبيجمعوا كل المخططات بتاعة العملية من المكان عشان ما يسيبوش وراهم أي أثر. ولما بيوصل المحقق جونج المكان اللي كانوا فيه، بيدخل بس مش بيلاقي أي حاجة، بس بيكتشف إن في أوضة سرية فيها كل حاجة تخص العملية، وبيعرف بكده إن العملية اللي جاية هتكون سرقة الجمارك. وتاني يوم بيوصل جي وهيونج وبيدخلوا الجمارك على أساس إنهم موظفين، وبيزرعوا القنبلة في المكان اللي محددينه، وبيحطوا جهاز في أنظمة الأمن الخاصة بالمكان عشان لما القنبلة تنفجر والموظفين يسيبوا الأجهزة بتاعتهم، بي يعرف يخترق نظام الأمن الخاص بالمكان ويعطله. ولما كان جي بيتدرب على فتح الخزنة، بيقول لهيونج إنه حاسس إن تشو هيغدر بيهم، عشان كده لازم يعملوا حسابهم وياخدوا الفلوس كلها ليهم. في الوقت ده بيكون بي سامع كل كلمة بيقولوها، وبيروح يبلغ تشو بكل اللي سمعه، وبيقرر تشو إنه ما يواجهش جي دلوقتي لأنه لسه محتاجه. وبيروح جي وبيقابل إيون، وبيقول لها إنه يعرف السيد وو اللي بيكون أبو إيون، وإنه هو اللي دخله عالم الجريمة، وإن جي كان تلميذه. ولما قرر السيد أو في يوم من الأيام إنه يبقى رجل صالح ويبعد عن كل الجرائم اللي كان بيعملها، تشو ما سابوش في حاله وقرر إنه يقتله، وبيقول لها إنه عمل كل ده عشان يجيب حق أبوها. ولما إيون بتعرف كل ده، بتقوله إنها مش هتعرف تثق فيه تاني بعد ما كذب عليها، وبتسيبه وتمشي. ولما بتركب العربية بتلاقي واحد من رجالة تشو بيخنقها وبيخطفها. وفي يوم العملية بيدخل أعضاء الفريق المينا، وبيكونوا متنكرين في لبس الموظفين اللي متفقين عليه. وبتبدأ الخطوة الأولى لما تشو بيفجر القنبلة اللي بتشتت انتباه الحراس وبيروحوا ناحيتها. في نفس الوقت بي بيستخدم مهاراته وبيخترق كل أنظمة الأمن اللي في المكان، وبيعطل النظام كله عشان يفتكر الموظفين إنه اتعطل بسبب الانفجار، وبيقول لهم إن النظام هيرجع يشتغل تاني بعد 45 دقيقة. وده اللي بيساعد جي وهيونج إنهم ياخدوا وقتهم في فتح الخزنة. وبيستخدم جي مهاراته إنه يخترقها، ولما بينجح إنه يفتحها بيلاقي كمية ضخمة من الفلوس قدامه، فمش بيضيعوا وقت وبيبدأوا ينقلوا الفلوس في العربية. وبيروحوا ينقلوا الفلوس من العربية لمركب صغيرة عشان يهربوها، وبيرجعوا تاني ينقلوا بقية الفلوس. وبيكون الوقت قرب يخلص منهم وأنظمة الأمن هتشتغل تاني، والشرطة بتكون وصلت للمكان لما عرفوا بالانفجار اللي حصل، فبيركبوا العربية بسرعة وبيستخبوا ورا الحاوية. ولما بيعدي المحقق جونج من قدام الخزنة مش بيلاحظ أي حاجة، ولما بيطمن بيمشي من المكان تاني.
وبعدها بيكون قدامهم أقل من دقيقة والنظام يشتغل، بس بيقدروا يهربوا من البوابة في آخر لحظة، ومش بيكونوا مصدقين إنهم نجحوا وبيروحوا ينقلوا باقي الفلوس. بس بيسيبهم جي وبيروح لمبنى الجمارك تاني عشان يعمل جواب تصدير مزيف ويقدر بكده إنه يسرق الفلوس كلها. لكن تشو بيروح له وبيرفع عليه مسدس وبيجبره إنه يسلم نفسه للشرطة، ولما بيرفض جي بيهدد تشو إنه هيقتل هيون، وبيطلع من جيبه العقد بتاعها فبيعرف جي إنه خطفها، وعشان ينقذ حياتها بيقرر إنه يسمع كلامه، فبيحط تشو معاه في العربية شنطة فيها قنبلة، وبيتحرك جي بالعربية وبتبدأ الشرطة إنها تطارده، فبيحاول يهرب منهم بس بيفشل لما بيحاصروه بالعربيات. فبينزل جي من العربية عشان يسلم نفسه وبيكون ماسك الشنطة في ايده، ومرة واحدة بيطلع يجري عشان ينط منهم في البحر، بس بيضربوا عليه نار وبتيجي طلقة في ظهره، وبيفجر تشو القنبلة عشان يتأكد ان جي مات في المية. وفي الوقت ده بيكون بي وهيونج وباقي الرجالة بيغطوا الفلوس عشان يعرفوا يخرجوها من التفتيش، بس بيعرفوا ان جي اتقتل، وبيزعل هيونج جدا على صاحبه، بس بي بيقوله ان كده احسن عشان نصيبه هيتقسم عليهم هما الاتنين، وبالتالي هياخدوا فلوس اكتر. فبيتعصب هيونج عليه وبيضربه، وبيطلع جي سلاح وبيطعن هيونج بيه عشان يموته، وبكده يبقوا خلصوا على جي وهيونج الاتنين. وتاني يوم لما بيفتح تشو باب العربية اللي فيها الفلوس مش بيلاقي فيها اي فلوس، وبتكون كلها كوبونات الطعام، وبيتجنن عشان مش عارف ازاي ده حصل. فبتجيله مكالمة ولما بيرد عليها بيكون جي اللي بيكون لسه عايش وقدر انه يهرب، وبيبدأ يكشف له ان كل اللي حصل ده كان مرتب له كويس من البداية عشان ينتقم منه وياخد حق السيد او، وبيشرح له كل حاجة خطط لها، وبتكون البداية من التحفة الأثرية اللي سرقها وعمل واحدة زيها بالظبط وحط فيها مايك عشان كان عارف ان تشو هو اللي هيشتريها. ولما عرف ان تشو بيدور على حد يساعده في تنفيذ المهمة بتاعته قرر انه يسرق محل المجوهرات عشان يلفت انتباهه، وبي ما خانهمش وكان كل ده اتفاق بينهم، وبيعرفوا انه كان متفق معاه انه يبان قدام تشو انه في صفه، وان الشرطة اللي كانت بتطارد جي قبل ما ينط في المية كانوا برضه من الفريق بتاعه مش رجال شرطة حقيقيين، حتى الطلقة اللي جت في صدره كانت مزيفة. وبيطلب منه جي يستعد عشان يقابل ضيوفه، والشرطة بتقتحم المكان وبتقبض على رجالة تشو كلهم، بس تشو بينسحب وبيهرب منهم. وفي الوقت ده بيروح بي للمكان اللي هيون محبوسة فيه وبياخدها عشان يقربها، ولما المكان بيهدى بيروح رجالة جي عشان ياخدوا العربية اللي فيها الكوبونات. بعدها بنكتشف ان الكوبونات هي نفسها الفلوس، وبيتضح ان جي استخدم الطباعة اللي كان شغال عليها عشان يطبع على الفلوس شكل الكوبونات، وعشان كده لما تشو فتح العربية ملاحظش انها الفلوس الحقيقية واتخدع فيها وفكرها كوبونات الطعام، بس بمجرد ما رشوا عليها كحول طارت الطباعة اللي عليها وبان ان دي هي الفلوس الاصلية. وبعدها جي بيجري ورا تشو بالعربية وهو بيحاول يهرب وبيخبطه، وبينزله من العربية وبياخد منه العقد بتاع ايون وبيسيبه للشرطة عشان يقبضوا عليه، وبيختفي بعدها جي بس بيبعت لإيون جزء من الفلوس عشان تروح إيون المعرض اللي بدبي اللي كانت عايزة تروحه، وبتلاحظ إن العقد بتاعها معروض هناك، وبتشوف رسمة كبيرة ليها كمان، وبيظهر جي وراها وبيجتمعوا تاني، وبكده يبقوا قدروا إنهم ينتقموا من تشو ويهربوا منه. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، وقول لي رأيك تحت في الكومنت.